كل ما هتكبري كل ما هتزيدي في الوزن. الكلام ده غلط، وخليني اقول لك ليه. جسمك عامل زي الاناء اللي موجود فيه الميه ده، بنحط فيه الميه ودي الكالوريز اللي بناكلها، وهو بيتخلص من الميه دي اول باول، ودي الكالوريز اللي بنحرقها. كل ما كميه الميه اللي بتدخل جسمنا بتكون زي كميه الميه اللي جسمنا بيحرقها بالطرق المختلفه طبعا. كل ما الاناء او في الحاله دي جسمنا بيكون متزن وصحي، يعني وزننا مش بيزيد. بس لو كميه الميه اللي بتدخل ازيد من اللي بيتحرق او اللي بيتحرق اقل من اللي بيدخل، ده بيخلي وزننا يزيد. بعد 20 سنة مثلا دلوقتي بتشتغلي وما عندكيش وقت للحركة الكتير، ملحومة طول اليوم، فما بتتحركيش كتير زي الأول وما بتحرقيش زي الأول. بس في نفس الوقت غالبا هتكوني بتاكلي أكتر وانتي متضايقة وانتي متوترة وانتي سهرانة وانتي شغالة علشان الزهق، وسناكس كتير بقى كمان. كل ده أكل أزيد من زمان وانتي مش واخدة بالك. فكده انتي مش بس بتحرقي أقل، لا انتي كمان بتاكلي أكتر، فجسمنا بيبدأ يزيد في الوزن. بس تقدري تغيري كل ده. اكل صحي اكتر، تنظيم عاداتنا الغذائيه مع شويه مشي، شويه تعديلات بسيطه هترجع لك صحتك زي زمان. هتلاقي وزنك ونشاطك بقى احسن من الاول. لو عاوزه تعرفي ازاي تعملي ده خطوه بخطوه، اكتبي لنا كلمه حل في كومنت وهنبعت لك كل التفاصيل.